السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم احمد زاهر، وان شاء الله النهارده هنتكلم عن اول محاضرة في الكمبيوتر اركتشر او مادة بناء الحاسب. تعالوا نبص مع بعض كده على اول حاجة، وهي الباينري سيستم. الباينري سيستم ده او النظام الثنائي، دي طريقة بكتب بيها الارقام، بستخدم فيها رقمين بس اللي هما الزيرو والوان. طيب ليه النظام الثنائي بتاعي ده مهم؟ ليه؟ عشان الكمبيوترات مش بتفهم غير الزيرو والوان اصلا، فكل حاجة في الكمبيوتر بتشتغل باينري. طيب اول حاجه معانا وهي التحويل من الاوكتال للباينري، او من النظام الثماني للنظام الثنائي. طيب انا دلوقتي عشان احول من النظام الثماني للنظام الثنائي لازم اكون عارف حاجه في الاول، وليكن مثلا عندي الارقام اللي هي صفر، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، وهكذا. أنا عايز أجيب الباينري بتاع الأرقام دي، فببدأ إن أنا أعمل إيه؟ باجي على أول خانة وبعمل زيرو، وان، زيرو، وان، زيرو، وهكذا. بفضل ماشي هكذا. طيب أجي عايز أجيب الخانة التانية، بعمل إيه؟ ببدأ إن أنا آخد زيرو، زيرو، وان، وان، زيرو، زيرو، وان، وان، زيرو، زيرو، وان، وان، وهكذا في الخانة التانية. باجي على الخانة التالتة بعمل إيه؟ أنا بضرب في اتنين. هنا كنت بعمل اتنين زيرو واتنين وان، خلاص هضرب في اتنين تبقى أربعة. هعمل في الخانة التالتة أربعة زيرو، وبعدين بعمل أربعة وان، وهكذا. بعد كده تمانية. كل مرة أنا بضاعف عدد الأصفار والوحيد اللي عندي. طيب تعالوا مثلا ناخد المثال بتاعنا اللي هو بيقول هنحول ال47 من النظام الثماني للنظام الثنائي. بعمل إيه؟ باجي أقسم الرقم بتاعي، باخد السبعة لوحدها هنا، واخد الاربعة لوحدها هنا. بعمل ايه؟ بجيب كل رقم للنظام الثنائي بتاعهم. يعني السبعة عندي بالثنائي معناه ان هي واحد، واحد، واحد. طيب انا اصلا عايز اوضح حاجة كمان، انا ليه اصلا هنا خدت 3 خانات بس ما خدتش 4 او 5 او 6؟ ليه؟ لان عدد الخانات عندي هيبقى 2 اس كام؟ انا عندي مثلا ده نظام ثماني، فانا عايز 2 اس كام بتساوي 8. 2 أس كام بتساوي 8؟ أكيد أس 3. فعدد الأس اللي عندي ده هو عدد الأرقام اللي أنا باخدها. فأنا مثلا هاجي هنا على السبعة، عايز أجيب السبعة بالنظام بالباينري بتاعي، فيبقى 3 وحايد. عايز أجيب الأربعة فهتبقى 0، 0، 1. طيب هاجي هنا السبعة طلعت الأربعة 0، 0، 1، والسبعة 3 وحايد. فخلاص أنا هاجي هنا، ده الناتج بتاعي الأخير. ده هو ناتج تحويل الرقم 47 من الثماني أو من الأوكتال للنظام الباينري أو النظام الثنائي. طيب تعال نبص مثلا على 65. بعمل ايه؟ اول حاجه باخد الخمسه احولها هنا للنظام الباينري بتاعها، وهو ال1 0 1. بعد كده باخد الستة واطلع برضو الباينري بتاعها 1 1 0. بعد كده بجمعهم على بعض بقى، خلاص دي هو الناتج بتاعي. كده انا حولت 65 من النظام الثماني او الاوكتال للنظام الثنائي معايا. بص على بعد كده، وعندي حاجة اسمها النظام الهكساديسمال تو باينري. يعني انا هحول من النظام السادس عشر للنظام الثنائي. هنا 16 وهنا الثنائي. طيب تعالوا نوضح حاجة برضو في الاول. انا دلوقتي انا بمشي بالارقام زي ما اتفقنا مع بعض، لكن عندنا قاعدة هنا. تعالوا نوضح حاجة بس هنا كده. انا عندي مثلا رقم 10، وعندي الرقم 11، وعندي الرقم 12، وعندي 13، 14، 15. اول حاجة اصلا انا عندي دلوقتي في النظام السادس عشر، انا عندي 2 اس كام بتساوي 16، 2 اس 4. فخلاص انا هبقى محتاج 4 خانات. هاجي هنا اول حاجة العشرة ده حرف الايه، اسمها كده حرف الايه، وال11 بي، 12 سي، 13 دي، ال14 ايه، وال15 اف. طيب كده بس. ال15 قلنا اف زي ما هي. هاجي اطلع الباينري بتاع كل رقم من الارقام دي، وليكن مثلا انا عندي العشرة هتبقى 0 1 0 1، عندي ال11 هيبقى 1 1 0 1، عندي ال12 هتبقى 0 0 1 1، عندي ال13 1 0 1 1، ال14 هتبقى 0 1 1 1، ال15 هتبقى 1 1 1. طيب تعالوا هنا على المثال اللي عندنا. اول حاجه انا بعمل ايه عشان ابدا ان انا احول من السادس عشر للثنائي؟ ببدا ان انا اخد الخانه بتاعتي دي لوحدها، الخانه اللي في النص دي هاخدها لوحدها، والخانه اللي على اليمين دي هاخدها لوحدها. فالايه الرقم بتاعها اللي هو بالباينري طلع كام؟ تعالوا نشوف هنا كده. الايه عندي اهي، فالباينري بتاعها 0 1 0 1. جبنا الباينري بتاعها زي ما انتوا شايفين. بعد كده هاخد الرقم 3، الباينري بتاعه هيبقى ايه؟ هيبقى 0 0 0 1 1، 1 1 0 0 اقصد.
بعد كده هاخد السي تبقى 0 0 1 1. بعد كده هجمعهم كلهم على بعض وده هيبقى الناتج بتاعي في الاخر. فكده دي طريقة التحويل من الهكساديسيمال للباينري. طيب بعد كده نيجي نبص على الحاجة اسمها الفراكشن. طيب يعني ايه اصلا الفراكشن؟ الفراكشن ده انا بحول الاجزاء الكسرية من النظام الثماني الى الثنائي. يعني ايه؟ اول خطوة بعملها ان انا بضرب الكسر بتاعي في 2. بعد كده الرقم الصحيح اللي بيطلع معايا هو اول رقم في الباينري. بعد كده باخد الجزء الكسري اللي طلع ونضربه في 2. بعد كده نكرر الخطوتين دي لحد ما نخلص عدد الخانات اللي احنا عايزينها. طيب تعال ناخد مثال نوضح الكلام النظري ده. وليكن مثلا انا عندي الرقم ده، هبدأ ان انا اخده اضربه في 2، هيطلع معايا الرقم ده. هنا ال 25 دي كسر، لكن الواحد ده صحيح. طيب هاجي اخد الكسر اللي عندي، خلاص انا الرقم الصحيح ده هسيبه زي ما هو مش هاخده. تمام، هاجي على الكسر اللي هو 25 من 100، هاخده اضربه في 2 هيطلع معايا بنص. خلاص الصفر ده بقى صحيح، وعند الخمسة من 10 او الخمسة هي الكسر اللي عندي. هاجي اخدها نص هنا اهو، اضربه في 2 تطلع الناتج بواحد. طيب خلاص كل الكسر اللي عندي ده انا مش هستخدمه في حاجة، انا عايز الارقام الصحيحة اللي طلعت عندي. فهتبقى كده ده الناتج بتاعنا. هاخد الارقام الصحيحة من اول واحد هنا، من اول الواحد، بعد كده الزيرو، بعد كده الوان اللي في الاخر ده، هيطلع الناتج عندي زي ما انتم شايفين كده. ودي الطريقه اللي انا بحسب بيها الفراكشن. طيب ايه مشكلتها اصلا او العيوب بتاعتها؟ العيوب بتاعتها ان العمليات الحسابيه فيها بتكون صعبه. طيب هنيجي هنا على حاجه اسمها النيجاتيف نمبرز او الارقام السالبه. اول حاجه عندي حاجه اسمها الساين ماجنتيود. يعني ايه بقى؟ دي طريقه انا بمثل بيها الارقام الموجبه والسالبه في النظام الثنائي. اول بت على او اول رقم من على الشمال ده بيكون مسؤول عن اشاره الرقم بتاعي، هل هو موجب او سالب. طيب هنحسبها ازاي؟ هناخد مثال دلوقتي يوضح لنا كل حاجه. قلنا ان لو اول بت او اول رقم على الشمال طلع بزيرو، فخلاص الرقم اللي عندي هيبقى موجب. لكن لو اول رقم على الشمال طلع ب1 هيبقى الرقم عندي سالب. طيب تعال ناخد مثال نوضح. وليكن مثلا عندنا السالب 3، الرقم اصلا انا هجيبه بالباينري. هعمل ايه؟ هجيب الرقم الباينري اهو، هيطلع 110. طيب هاجي الرقم كله على بعضه. ازاي يعني ايه كله على بعضه؟ لو جينا هنا مثلا، احنا هنا خدنا الزيرو، هنا كده خدنا الزيرو، هتبقى هنا زيرو زيرو زيرو، والخانة الرابعة هتبقى برضو بزيرو. فخلاص الرقم اللي على الشمال طالما زيرو نعرف ان القيمة زي ما قلنا اهي. لو الرقم اللي على الشمال طلعت بزيرو يبقى الرقم عندي موجب. لو القيمة اللي على اليمين اللي على الشمال اقصد طلعت بوان تبقى الرقم عندي سالب. هنيجي هنا على المثال اللي عندنا السالب 3. انا دلوقتي مش هسيب السالب دي خالص. التلاتة قلنا ان الرقم بتاعها بالباينري هيبقى 110. طيب الوان اللي في الاخر دي بتاعت ايه؟ الوان اللي في الاخر دي يعني هنا هقسم كده اول 3 ارقام لوحدهم والرقم الاخير ده لوحده. هاخد ال3 ارقام اللي على اليمين دول ودول الرقم بتاعي اللي هو السالب اللي هو التلاتة. لكن الخانه اللي على الشمال خالص دي ان انا بحدد بيها الاشاره. يعني انا لو عايز اكتب سالب 3 فخلاص انا هكتب التلاتة زي ما هي 0 1 1، وهاجي على الشمال خالص لو هي بالسالب، طالما هي بالسالب خلاص هكتب هنا 1. طب لو بالموجب هكتب هنا 0. طيب تعالوا نبص هنا مثلا على التلاتة انا عايز احولها. هعمل ايه؟ هاجي اكتب الباينري بتاعها 110، انا عايز اكتبها بالموجب فخلاص اول خانة عندي هتبقى 0. وهكذا بقى بنفس الطريقة لو عايز اعمل اي رقم. لو وليكن مثلا عندي رقم مثلا زي الخمسة 1 0 1، انا دلوقتي لو عايز اكتب 5 بالموجب يبقى خلاص هكتب هنا 0. في حالة ان انا عايز اكتب الخمسة او السالب 5 هكتب 1 0 1. دول اول 3 ارقام بتوع الخمسة عادي خالص بالباينري. بعد كده انا عايز اخليها بالسالب فخلاص هضيف خانة هنا او بيت هنا اخليه 1 بس. ودي بنفس الطريقة اللي بنحسب بيها الارقام السالبة اللي عندي. طيب عندي طريقتين هاخدهم النهارده ان شاء الله في اول محاضره. عندي حاجه اسمها الفيرست كومبلمنت وحاجه اسمها السكند كومبلمنت. طيب الفيرست كومبلمنت دي طريقه بمثل بيها الاعداد السالبه في النظام الثنائي. يعني ايه؟ احنا بنقلب كل بت لعكسه. يعني انا مثلا لو عندي 0 فخلاص هيبقى ب1، ولو عندي 1 فخلاص هيبقى ب0 وهكذا. يعني بالظبط زي النوت جيت. عندي هنا المثال اللي هو 0 1 0، عايز اطلع المكمل الاول بتاعه فخلاص كل زيرو هعكسه اخليه 1، كل 1 اخليه 0، كل 0 اخليه 1، وده يبقى الناتج بتاعي في الاخر
او المكمل اللي عندي 101. دي طريقه الفيرست كومبلمنت. طيب تعالوا نبص على الفيرست كومبلمنت ان سب. طب يعني ايه سبستراكشن؟ يعني طريقه الطرح بستخدم المكمل الاول. يعني انا اول حاجه بعملها ان انا بحول عمليه الطرح لجمع، بعد كده بجيب المتمم الاول للرقم الثاني، بعد كده بجمع الرقمين على بعض. طيب تعالوا ناخد مثال عشان نوضح الكلام ده. المثال عندي بيقول ان انا مثلا لو عايز اطرح 5 ناقص 3، هعمل ايه؟ اول حاجه هجيب هنا الرقم بتاع الخمسة بالباينري والرقم بتاع التلاتة بالباينري. طيب اول حاجه احنا قلنا ايه؟ قلنا ان احنا طالما هنا الخمسة بالموجب فخلاص اخر رقم على الشمال ده هيبقى صفر، لكن الرقم اللي عندي ده هو اول ثلاث خانات دي هي الرقم بتاعي بالباينري، يعني ال101. طيب هاجي على التلاتة، الرقم بتاعي 110، لكن الخانه اللي على الشمال دي كتبتها بزيرو ليه؟ عشان الرقم عندي بالموجب. بعد كده اول حاجه قلنا هنا في تاني خطوه بجيب المتمم الاول للرقم التاني، يعني بجيب الفيرست كومبلمنت للرقم التاني. الرقم التاني عندي وهو التلاتة. تعالوا نجيب الفيرست كومبلمنت بتاعه. الفيرست كومبلمنت قلنا ان احنا بناخد كل 1 نحوله لزيرو وكل زيرو نحوله ل1، فهنا 1 1 0 0 هتبقى 0 0 1 1. طيب تعالوا نجمع بقى. قلنا ان الخطوه الثالثه بنجمع الرقمين على بعض. طيب تعالوا نجمع 1 و0 تطلع ب1. اول مكان عندنا يبقى ب1. طيب 0 و0 تطلع ب0. طيب 1 و1 تطلع ب0 ومعانا هنا 1 فوق هنا 1. طيب عندنا يبقى 1 1 تطلع ب0 اللي هي هنا دي ومعانا بره 1. طيب ال1 ده في تحته حاجه؟ لا مفيش تحته حاجه، فخلاص هينزل زي ما هو. يبقى عندي الناتج الاخير الرقم اللي هو هنا عندي الواحد. طالما طلع الناتج زي ما هو كده والخانه اللي على الشمال خالص طلعت بواحد، فخلاص الرقم ده هيبقى رقم سالب. في حاله ان هي كانت طلعت مكان ال1 اللي في الاخر دي زيرو، فخلاص الرقم ده هيبقى موجب. طيب دي اول طريقه عندنا الفيرست كومبلمنت. قلنا باختصار انها ايه؟ بتعكس كل 0 ل1 وكل 1 ل0. طيب هنيجي على السكند كومبلمنت ودي اخر حاجه معانا. ان انا اول حاجه بعملها بجيب المكمل الاول او الفيرست كومبلمنت، بعد كده بجمع عليه واحد. فاحنا مثلا عندنا هنا الرقم 3. لو تعالوا ناخد مثلا المثال بتاع الرقم 3 ده 1100، هناخده زي ما هو هنا نجيب له المكمل ده هنا 3. فخلاص انا هجيب المكمل بتاعه او الفيرست كومبلمنت تطلع 0011 بجمع عليها واحد. طيب الجمع هنا اهو زي ما قلنا 101 تطلع ب1. بعد كده الثلاث خانات دول هل فيهم تحتهم هنا حاجة؟ لا مفيش تحتهم اي حاجة، فخلاص هينزلوا زي ما هم 0 1 1، وده يكون الناتج النهائي عندنا زي ما انتم شايفين كده. وكده نكون خلصنا اول محاضرة مع بعض. ان شاء الله هنزل لكم الملف ده في جروب الشرح، هيكون في وصف الفيديو بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.